في الحلقات السابقة من هاو في بالك عرفنا مفهوم المساءلة وأهميتها في إرساء الشفافية والحوكمة الرشيدة. كذلك شفنا وفهمنا أصناف ومجالات المساءلة. اليوم نعرف أهم الوسائل أو الحقوق اللي تخول لنا باش نراقبوا أو نسائلوا كمواطنين أو كمجتمع مدني المسؤولين، اللي هو حق النفاذ إلى المعلومة. القانون الأساسي عدد 22 الصادر في 2016 حق النفاذ إلى المعلومة هو قانون يهتم بأهم حقوق الإدارية للمواطن، حيث كرس هذا القانون ضمان حق الأشخاص في النفاذ إلى المعلومة والاطلاع على نشاط الهياكل العمومية، بالإضافة لأنه يساعد في ترسيخ مبدأ التشاركية ومبدأ الشفافية الإدارية، وبالتالي يساعد في مكافحة الفساد. أولا خلينا نتعرف على مفهوم الحق في النفاذ إلى المعلومة، وهو يضمن لكل شخص إمكانية الحصول على كل المعلومات المتعلقة بإدارة الشأن العام وفقا لمقتضيات القانون، وهذا يأكد على أهمية حق النفاذ إلى المعلومة اللي نجم يساعد المواطنين على اتخاذ قراراتهم بناء على معطيات صحيحة. أما بالنسبة للمنظمات والمجتمع المدني يمكنها من الحصول على المعطيات الضرورية اللي تسمح بإعداد خطط عمل عملية وتساهم في دفع مسار تنموي بالجهة. وما ننسوش أنه حق النفاذ إلى المعلومة آلية من الآليات اللي توفر للصحفي المعلومات الضرورية باش يمارس العمل متاعه بكل حرية بالاعتماد على معلومات دقيقة وصحيحة. ويظل السؤال المطروح عند المواطنين: شنو هي المعلومات اللي نجم نطلبها، وهل فما استثناءات أو لا؟ أولا يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي المطالبة بالنفاذ إلى المعلومة مهما كان تاريخها أو شكلها. ثانيا يمكن طلب النفاذ إلى المعلومة بغض النظر عن صفتك وعن مصلحتك في الحصول على المعلومة، وبالطبيعة فما استثناءات تتعلق بحماية الأمن العام والدفاع الوطني والمعطيات الشخصية، وزيدهم الاستثناءات اللي تتعلق بحماية المبلغين عن الفساد. يعني تم تطبيق الاستثناءات وقت يكون حصول الضرر أكبر من تحقق المصلحة العامة، وتكون النتيجة بالطبيعة رفض مطلب النفاذ إلى المعلومة. ولطلب النفاذ إلى المعلومة تنصيصات وجوبية، أي لازم تعمر الوثيقة بطريقة صحيحة ليتم قبولها شكلا ومضمونا. وما ننسوش تحديد المعلومة المطلوبة والهيكل المعني، وتحديد كيفية النفاذ إلى المعلومة، كما أنك غير مطالب باش تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، وزادة مش مطالب باش تفسر علاش أو شنو مصلحتك في المعلومة إلا في حالة حث الهيكل المعني من خلال إبراز تأثير المعلومة على حياة شخص أو حريته. وهكا عرفنا أهم أبجديات حق النفاذ إلى المعلومة وأهميته في ممارسة الرقابة والمساءلة. والنفاذ إلى المعلومة هو حق مش مزية، مارس حقك بكل أريحية.